بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة يا رب. جيتكم اليوم بوصفة بزاف بنينة، عندي بزاف ما درتش معاكم تحلية. اليوم ديسيديت باش ندير معاكم هاد التحلية تاع لي فخاز، يعني تقدروا ديروها لشهر رمضان الفضيل اللي راهو على ابواب. اللهم بلغنا شهر رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. وقبل ما نبداو الوصفة تاعنا نذكركم ونقول لكم ما تنساوش ديروا لي الجيم في الفيديوهات. اول حاجه نديروها راح نحضروا هذيك الكريمه في كاسرونه، يعني بارد في بارد. نديروا حوالي نص لتر تاع حليب كيما راكم تشوفوا. ومن بعد واش نزيدو نضيفوا عليها 2 مغارف كبار تاع السكر. ما نكتروش بزاف سكر البنات باش هكذا التحليه تاعنا ما تجيناش يعني تقهم. ونزيدو 2 مغارف كبار معمرين تخي بيان تاع لا مايزينا. ونزيدو تاني عطر الفراوله. اللي ما عندهاش عطر الفراوله تقدر تعوض هذاك العطر بامبو تاع ياغورت اللي يكون بذوق الفخاز. نحيت هنايا الكسرونه تاعي، درتها فوق النار وخليتها يعني حتى هذاك الخليط كامل يعقد ويولي لي على شكل كريمه. ومن بعد جبته في ريسيبيون بيان سور نحطوه باش يبرد معانا. نبدا نحبط كامل الكميه كيما راكم تشوفوا. ومن بعد واش نضيف 2 مغارف كبار تاع لانواط كوكو. هذا المزيج راح يمد لنا بنه رائعه. وبيان سور الناس اللي ما تحبش لانواط كوكو تقدر تستغنى عليها، يعني ماشي اوبليجي ديروها، بصح راح تعطينا مذاق هايل مع لي فخاز. نخلط هكذا كامل هذوك المقادير بلوفوي ونزيد حوالي مغرفه صغيره معمره تاع زبده ولا مارغرين. ونخليها بيان سور مع هذاك الخليط راح تذوب بكل سهوله. علاش؟ لانه الخليط تاعنا راهو سخون. هنايا نفيلميو الخليط تاعنا ونخليوه يبرد، يعني رانا في فصل الشتاء راح يبرد بكل سهوله. اونتر طون واش راح ندير؟ نجيب هنايا كميه من لافخاز، يعني الكميه اللي توفرت عندكم. كنت قطعتها هكذا صغيره صغيره كيما راكم تشوفوا. واش راح نضيف عليها 2 مغارف كبار تاع السكر هكذا، ما يكونوش يعني فريمون معمرين. علاش؟ باش هذيك لافخاس تاعنا يعني تطلق لنا هذاك الماء ديالها وكامل وتتعسل ونقدروا نخدموا بها. نخلطها هكذا كامل ونخليها بجنب حتى يعني تطلق هذاك كامل الجو ديالها. بعد ما برد لي الخليط هذاك تاع الكريمه وهذيك الفريزه تاعي تعسلت، جبت هنايا هادو لي فيغين معروفين اون بلاستيك. هنا قطعت حبيبه تاع البنان باش نديرها في القاعده. انا اخترت اني ندير البنان، يعني حبيت هذه التحليه تكون بالفاكهه، يعني من ندير حتى حاجه اخرى. الا تحبوا تقدروا ديروا يعني في القاعده غاتو، ولا ديروا واسمهم هذوك لي لونغ دو شا، يعني واش حبيتوا ديروا في القاعده. ولا اي فاكهه تقدروا تاني ديروا لافخاز هي اللي في القاعده. انا نحب البنان بزاف وحبيت ندخلو في هذه التحليه. وبعد جبت هذيك الكريمه تاعي، شوفوا كيفاش عقدت معايا. هنا من الافضل انكم تخدموا بين بوشادوي، انا صراحه والله عجزت نجبدها، يعني اخدموها بلا بوشادوي هكذا باش تكون خدمه تاعكم يعني نقيه احسن. هكذايا كملت درت كامل هذيك الكريمه تاعي. ومن بعد جبت هذيك الفريزه تاعي بعد ما قلت لكم تكون طلقت لكم الجو، ونضيفها فوق هذيك الكريمه بهذه الطريقه. هنا تقدروا الا كان عندكم لا كونفيتور تاع لافخاز تقدروا تضيفوها. وشنو يعني لا كونفيتور تاع لافخاز شويه حلوه البنات، بالك التحليه تاعكم راح تجيكم حلوه. تقدروا تاني راهم يتباعوا دوكا هذاك الفوغاج بذوق الفراوله، راهم يتباع عند اللي يبيع لوازم الحلويات. تقدروا تاني ديروه وتجي التحليه تاعكم بنينه. انا حبيت نديرها لكم يعني بحاجه بسيطه وسهله وماشي مكلفه بزاف. دوكا هنايا زدت درت الكريمه فوق هذيك لافخاز فوالا. ونزيد كطبقه اخيره نزيد ندير تاني هذيك لافخاز من الفوق. وهاي ليك التحليه تاعنا وجدت، يعني تحليه سهله بالبزاف بنينه. لافخاز دوكا راهي يعني شويه صافا في لو بري تاعها، يعني تقدروا تشروها وديروا هذه التحليه وراح يعني دير لكم كميه معتبره لافراد العائله. ان شاء الله تكون عجبتكم هذه الوصفه، وما تنسونيش بالجيم في الفيديوهات من فضلكم. نتلاقاو ان شاء الله في وصفات اخرى باذن الله. سلام.